كنت اتمنى اول رحله ابدي بيها من هنا من مطار ستوكهولم في السويد الى بغداد، بس قبل ما ارجع اريد اخذكم وياي حتى نزور سوية عده دول ونستكشف ثقافات وعادات هذه البلدان، فخليكم وياي للاخير حتى اقول لكم بعض التفاصيل. بهاي الرحله راح اخذكم وياي في مغامره لا تنسى من قلب القاهره، حيث نزور اروع واشهر الاماكن التاريخيه والسياحيه، وأني واثق أن بعض هذه الأماكن راح تشوفوها لأول مرة، وراح نكتشف سوا خفايا الفراعنة وأراويكم المكان اللي تقدرون تاخذون منه أروع صورة للأهرامات، واستعدوا تشوفون مواقف أكشن ما توقعت أبداً تصير وياي من أول رحلة أقوم بيها بهاي القناة. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات حتى تكملوا مشاهدة الجزء الثاني من هاي الرحلة، وأيضاً حتى تعرفون السبب وراء اختياري لمصر لتكون أول محطة في رحلتي. يلا خلونا نبدأ مغامرة سندباد الأولى. Welcome to Cairo. Beautiful guys. أول سفرة رايح بيها على مصر، وبعد مصر نبقى هناك في الأسبوع، وراها نروح على إيطاليا. خلينا نفوت للترمينال نسوي تشيك ان. أنا اليوم راح أطير مع الخطوط البولندية، فأول شيء من ستوكهولم إلى وارسو، وبعدين من وارسو إلى القاهرة. فخلينا نفوت للترمينال نسوي تشيك ان ونكمل سوالف بعدين. وبعد ما سويت تشيك ان توجهت مباشرة إلى البوابة مالتي. The first flight to Warsaw. Equipped with 8 emergency exits clearly marked with exit signs. بالنسبة للرحلة من ستوكهولم إلى وارسو قدموا فشي بسيط، أما تختار فشي مالح أو سويت مع الشاي، لأن الرحلة تعتبر داخلية يعني طيران داخل أوروبا، فمي يقدمون وجبات عادية. وبعد تقريبا ساعة و45 دقيقة وصلنا إلى مطار وارسو الدولي، ولسه رايحين الرحلة الثانية إلى القاهرة. شوية الطيارة تأخرت مال ستوكهولم، بس هتزين لحقت. Next stop Cairo. الرحلة من وارسو إلى القاهرة قدموا لنا خيارين، أما لفة جبن أو لفة دجاج. الصراحة كنت متوقع أن يقدموا لنا وجبة ساخنة، لكن بالنهاية القدموت كان جدا بسيط، وبعدها قدموا لنا غازو ونستلا. حجزنا بهذا الفندق ريجنسي بيراميدز، وكان فشي كلش حلو. اراويكم هسه حنفوت على الغرفة واراويكم من جوا الفيو على الاهرامات. هسه بس حراويكم تور بالفندق اللي قاعدين بيه. هذا من هنا الحمام، عندك شاور كلش حلو، تواليت، الفشي كلش مرتب. بس الاقوى كل شيء بهذا الفندق صريح، طبعا عندك 2 دبل بيت وهذا 1 سنجل بيت. بس الاحلى شيء بالفندق انه تفتح البلكونه راسا فيو على الاهرامات. طبعا عندهم مسبح، وهذا المسبح طبعا شنو الحلو بيه بالمسبح انه مفتوح 24 ساعه. بالريسبشن قالوا لنا شو وقت ما يعجبكم تجون، مفتوح 24 ساعه. يعني ما اعتقد اكو اي مكان رايح له اني انه المسبح مفتوح 24 ساعه، بس اعتقد الصبح يكون احلى لانه نقدر نشوف بوضوح الفيو مال الاهرامات. وسعره كمان مو غالي، يعني تقريبا 65 دولار بالليله. يلا تصبحوا على خير، نشوفكم باكر. هاي الصبح الفيو من هنا شيء خيالي. Good morning Cairo. داخل الفندق الفشي كلش رسومات حلوة. وأكيد أول مكان لازم نبدأ بزيارته هو واحد من أهم وأشهر المعالم الأثرية فيها، وهو أهرامات الجيزة. وأول نصيحة حبيت أقدمها لكم بهذا الفيديو هي بخصوص التاكسيات في مصر.
حاولوا قدر الإمكان تجنب أخذ التاكسي من الشارع، وهذا طبعا لا ينطبق على مصر فقط بل على أي دولة تزوروها حول العالم. من الأفضل استخدام تطبيقات مثل أوبر أو غيرها من الشركات المشابهة حتى تتجنبوا أي استغلال أو مشكلة من السائقين، وحتى ما يتعكر مزاجكم أثناء السفر. حاولنا نطلب أوبر من باب الفندق إلى البوابة الرئيسية للأهرامات، لكن بما أن المسافة كانت قصيرة جدا ما حد قبل الطلب، فاضطرينا نوقف تاكسي من الشارع، وهنا صار الشيء المزعج. السائق حاول يطول المسافة رغم اتفاقنا على السعر مسبقا، وبالنهاية وصلنا الباب غير رسمي وما مسموح الدخول منه. بعد ما ضيع وقتنا وصلنا أخيرا للبوابة الرئيسية، بس انتبهوا وياي وشوفوا هنا تعامل الموظف الراقي عند البوابة قبل ما ندخل للأهرامات، شلون حاول يهدئ الموقف وشرح للسائق ان البوابة اللي ودانا عليها مخصصة فقط للحفلات. انا الف اللفه دي كلها وارجع الدن كله، ذنب انا فيه ايه اصلا؟ انا سالتك ضيعتنا المشوار على فاضي يعني. برضه انت زعلان مني يعني؟ اي والله زعلان، والله زعلان يعني. احنا ضيوفك هيك ايش تعاملنا؟ حرام عليك يعني. لا والله لا. اما عن الفوائد العلميه في قوله تعالى واذا تتلى عليهم اياتنا ايثار صيغه من العراق. الله يخليك الله يخليك. بس الباشا ما بيضش وجه معنا، فرة او عارف وين، ضل يفر فينا المطرح كله على فاضي يعني، وضيع فينا الوقت. ويعرف هو الدخله فيني يعني، بس خلينا نفرق. اسمع الكلام الاول طب الاخر. يعني انا مش اول مره في مصر يعني، هاي كل مره يعني. حرام يعني احنا اهل البلد. لا يا في يعني احنا الحفلات معموله الحفلات بس. لا بس يعني المهم لا يعني ضيعنا المشوار فر يعني، حرام جاينا لو حتى الوقت تاخر علينا يعني. اطلع استاذ اطلع. الله يخليك شكرا. بعد الله اعلم اذا كان السائق متعمد او لا، لكن على كل الاحوال المسامح كريم. لا معلش شكرا، ربنا يكرمك استاذ شكرا. على العموم خليكم متابعين رحلتي في مصر، لاني في الفيديو القادم اريد اعرفكم على سائق مصري اخر، انسان رائع ومحترم جدا ومثقف بشكل ما ينوصف، وعنده قصص ومعلومات تاريخية تخليك تستمتع بكل لحظة من الحديث وياه. ده جامع الرفاعي، ده اللي هو فيه السلطان الملك فاروق. في الملك فاروق. اهلا بكم في الاهرامات. الاهرامات ليست مجرد معالم اثرية، بل اعجوبة هندسية حيرت العالم لآلاف السنين. بنيت قبل اكثر من 4500 سنة لتكون مقابر مهيبة لملوك الفراعنة وعائلاتهم، ومن أشهرها خوفو، خفرع ومنقرع. وما يجعلها استثنائية ليس فقط حجمها الهائل، بل الدقة المذهلة في بنائها رغم غياب أي معدات حديثة في ذلك الوقت. حتى يومنا هذا تظل الأهرامات لغزاً يثير فضول العلماء والمسافرين من كل أنحاء العالم، وزيارتها تجربة لا تفوت لكل من يخطو على أرض مصر. إذا تجون هنا ماكو كاش، لازم تكون عندكم بطاقة فيزا حتى تشترون البطايق، بس إذا تقدرون تشترون بالإنترنت بتكون أسهل لكم. طبعا أحلى شيء هنا تذاكر تشوفون المصريين والعرب، يعني سعر فرق كلش كبير بين المصريين والعرب والأجانب. المشكلة إنه أنا ما عندي جواز عراقي، بس بلكت الحكي مالتي عراقي يفيد إنه يعرفون إنه أنا أصلا عربي. والفرق 60 جنيه للعرب، 540 جنيه للأجانب. فإذا أنت عراقي أو أي جنسية أخرى عربية عندك جنسيتين، حاول تجيب الجواز عراقي أو أي مستمسك عربي يثبت إنه أنت عربي. السلام عليكم. ازيك استاذ؟ فاتح. عاوز بطاقة عفوني كل عندك الخوفو وخفرع؟ منكر؟ منطقة وخوفو ومنكر. ماشي. واحد. المرة شغالة؟ هوية عربية؟ لا والله. صح شكرا. يعني حاولت انه بس انه بالعراقي احكي حتى يدخلني ويعرف انه انا عراقي، ما مشي الامور.
فاذا عندكم جنسيتين فلازم تجيب ما يثبت انه انت جنسيتك عراقي او جنسيتك من اي دوله عربيه حتى تدفع السعر العادي اللي هو 60 جنيه. يعني انا دفعت حاليا تقريبا 1700 حتى يدخل كل الاهرامات من جوا. ودخول الاهرامات اللي تبدي البطاقه ب 540 واذا تفوت الخوفو ب 900. بس اذا انت عربي وعندك مستمسك ما يثبت انه انت عربي الفرق يعني كلش كبير. الدخول ب 60 والدخول الهرم خوفو 100. يعني فرق لك 800 جنيه اذا وياك اي مستمسك عربي. للاسف ما عندي وياي بس الجواز سويدي ودفعت سعر كامل. بس مو مشكله الاهرامات تستاهل. يعني مجرد ما تعبرون البطايق يعني بعد السكيورتي راح تبدي الناس انه تجي عليكم تسالكم. فشيء جدا بسيط بس قم لا شكرا وكمل طريقك ابدا لا توقف. Oh, they cleaning here. Oh. That's so good. They cleaning after the common shit. Thank you. Thank you. You can maybe change your mind. You need it. شكرا يا استاذ. شكرا ربنا يخليك. شكرا. بس قول شكرا وكمل. يعني المسألة المصريين كلش حبابين من توقف تسولف وياهم ياخذون انت منين وما ادري شنو فسويت مثل العلاقة وياهم. اهلا بكم الى هرم خوفو اكبر الاهرامات الموجودة هنا. السلام عليكم. صورهم هنا على الباب احسن وانت حر على فكره براحتك. انت حر ما تقولش الناس دي مش عاوزنا تخش ولا حاجه. عايز تخش برضه براحتك تخش. هو احنا ساعة كمان ماشي؟ يعني نص ساعه كده. نص ساعة بالكثير. ماشي شكرا يا استاذ الله يسلمك. شكرا. صورهم هنا على الباب احسن. انت حر كده. هسه احنا داخل هرم خوفو اللي هو اكبر هرم هنا على منطقة الجيزة. طبعا اول ما تبدي يعني تحس شوية بالبرودة لانه مثل تفوت انه كهف. بس اللي جاي راح تشبع حار فوق. الناس من تنزل بالعكس. شلون مكان ضيق. يعني اذا تنتظر ما راح تفيد لانه الناس ضل تنزل. يعني قاعد تشوفوا الناس كلها متبهذلة بس برأيي لازم تجون وتفوتون. يعني one time experience. It's hard to go up. Very hot, yeah. كلها قاعدين نازلين تعبانين. بس هذا درج يعني اللي فوق الضيق مسافة مو كلش طويلة يعني. Sorry guys. It's okay. Wow. Wow. Nice experience, huh? Too hot. Too hot, yeah. يعني قاعد تشوفون ذاك بعد ما تفوت هذا المكان الضيق راح يجي هنا يعني مكان يعني واحد يقدر يصعد من عنده واحد يقدر ينزل حتى نكمل ونصعد لهناك لي فوق المكان القبر اللي كان موجود قبل. يعني صحيح في شيء متعب انه واحد يدخل داخل هرم خوفو بس فكر في شيء واحد انه انت عندك الفرصه هسه انه تكون داخل هرم عمره اكثر من 4500 سنه. مجرد التفكير بهذا الشيء يدفعك انه لازم تجي وتدخل هرم خوفو. Thank you.
ثانك يو. هذا هسه احنا بطريقنا داخلين المكان القبر. اوكي. يعني هذا هو مكان قبر الملك خوفو. طبعا المومياء مالته موجودة في أحد المتاحف هنا بمصر. النزول يكون هواي أسهل من الصعود. بس تخيلوا انه شلون دخلوا الجثمان بهذا المكان الضيق وخلوه بالقبر اللي شفناه فوق. يعني يا دوب انه شخص واحد يقدر ينزل او يصعد بهالمكان الضيق. يعني هل من الممكن انه دخلوا الجثمان اول شيء وبعدين بنوا الاهرامات، او بنوا الاهرامات وبعدين دخلوا الجثمان صعدوا عليه فوق؟ شو ميكرو؟ يعني شوية تشبع ساونا جوا بس تستاهل، لازم تفوتون جوا. لا شكرا يا أستاذ، شكرا. جيب لك 400 لا لا يا حاج، لا شكرا شكرا. المدينة كلها. شكرا يا حاج، ربنا يخليك. انت عايز تدفع كام المدينة كلها؟ 200 جنيه يا باشا. انت اهم حاجة انبسط براحتك. انا بقول لك اهم حاجة انت تنبسط، اسأل الناس كلها. انا حنبسط ما ادفع 200 جنيه يا باشا. يمشي؟ خلي لك كله 500. لا 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 خلاص احنا كده مفكرين انه نمشي والله، بس اذا يعني 200 جنيه حلوين. تعال يلا. تعال. اسمك ايه يا حاج؟ انت ما قريت اسمك. سمير يا باشا. سمير، على راسي يا سمير. ما غيرش اسمي والله. ماشي يا سمير، بس 200 جنيه. يا باشا تحت رجلك اي حاجة. ماشي؟ تحت رجلك اي حاجة. بعد ما نخلص انت انبسطت بقول لك ادفع، ما انبسطتش خليها علينا كلها كمان. خلاص كده حلو، بس بتفرفرنا كله. هتطلع فوق لغايه فوق يا استاذ، هتشوف الافيوات كلها مع بعض، صورك في الاهرامات كلها وانت ماسك الهرم وانت نايم على الهرم، وبعدين اوريك قبلهم والاهرامات الصغيره والفيو كلها، وبنرجع ترجعنا هنا. ماشي؟ يلا. يعني شوفون هو هنا التسعيره اصلا 500 جنيه للساعه الواحده، بس جو تفوت عاملهم تكون هواي ارخص. حتركبنا على الحنطور عمي سمير؟ هو ايه اسمه الحصان؟ جامبو. جامبو. ازيك يا جامبو؟ اطلع. وانت رح تقعد فين يا عم سمير؟ هنا يلا. هنا السيد صار لك كم سنة تشتغل هنا يا عم سمير؟ انا عمري كله بالشباب. عمري كله عندي 5 سنين. 5 سنين بالاهرامات؟ في الهرم هنا. دعت علينا ناس، جت علينا ناس، الحمد لله. الحمد لله. رضا من عنده. يعني لهجتي المصرية كمان تعرفني انه انا مصري. يا باشا انت راجل انت عشان انت الفيس مصري. حبيبي بس انا اصلي عراقي. العراق يا مرحبا، العراق ومصر واحد. وردة العراق ومصر واحد يا اخويا. وانتم طيبين والله طيبين. طيبين يا باشا. هي مصر ام الدنيا حبيبي. اكيد يعني هي مصر ام الدنيا، بس مين احنا كلنا الشعب العربي كلته واحد. بس خلوني ادفع تذكرة اجنبي لانه ما عندي جواز عراقي الله يسامحك. اعمل حسابك يا ابو الشباب، ده ارخص شيء في المنطقه السياحيه هنا في مصر. ارخص شيء. انت عندك في لندن التذكره هناك بكام دولار؟ في فرنسا بكام دولار؟ صح. يعني ارخص شيء عندك في فرنسا هناك معلش ب 4000 دولار التذكره. 4000 دولار التذكره؟ فرنسا. وين؟ يا باشا انا واحد راكب معاه من فرنسا. 4000 دولار؟ ب 4000 والله التذكره هناك ب 4000 دولار. لا يا عم فرنسا. يا عم سمير 4000 دولار هنا ارخص شيء هنا مصر. 4000 دخول وين يعني؟
المتحف بتاع فرنسا. $4000؟ لا يا شيخ والله. واحد لا والله واحد قال لا يعني احتمال يعني 20 يورو 25 يورو، بس $4000 ده ما عندك هنا بقى بكام؟ عندك هنا التذكره بكام؟ ارخص شيء. العرب رخيصه، العرب وانضف اثار بلد هي مصر. اكيد. دي المقابر دي بتاع العمال اللي كانوا بيبنوا الاهرامات. ليه؟ لا هو كانوا بيدفنوهم بمالهم بكل شيء، شالوا الجثث كلها ودوها المتحف المصري. هنا عندك المتحف المصري الكبير، المتحف المصري الدولي. لا هنروح له بعد كده. ايوه بس حلو، في ناس بتنظف يعني بعد حلو. انضف شيء هنا في الهرم، كل شيء نظيف. السلام عليكم. الناس اللي كانت داخل الاهرامات تغيرت كثير، يعني صارت منظمه اكثر شويه. لا تنظم كثير. بعطوهم بطايق لكل الموجودين داخل الهرم، يعني ما فيش حد من خارج. كله ترخيص، كله معاه ترخيص ده كده. حلو. يعني بكل أمانة وبدون أي مجاملات شفت تغير كبير صاير داخل الأهرامات وخارجها من ناحية النظافة والتنظيم وأمور أخرى، ففعلا يستحق كل من ساهم بهذا الإنجاز كل الشكر والتقدير. ومن كل قلبي كسائح يعشق التاريخ ويحب مصر وأهلها، أأمل أن يكون القادم بعد أفضل وأفضل إن شاء الله. بس نصعد من لا المفروض مش هيجيب العقل. لا بيجيب والله، بيجيب. بص يا ابو الشباب، هنا ده الملك خوفو، خفرع، منقرع، هنا دول ولاد الملوك. هو الاب هو خوفو. الاخ الابن. لا هو الاب خوفو، ابنه خفرع. الاب خوفو، ابنه خفرع. ده الاخ. لا ده ابن خوفو. الاخ متأكد؟ ابنه اهو. لا هو خوفو الاب الكبير. لا. ابنه خفرع. ابن خفرع هو منكورع. اخوه. انزل اتصور، تنزل تصور وانت ماسك الهرم. ما ينزل ايه، بنرجع لك يا عمي سمير. بس عمي سمير احنا رايحين على الفيو اللي هناك. لا ما بننزلش، الحنطور ما بننزلش الصحراء يا استاذ. لا والله. والله بتركب خيل من هنا. وين رايحين هسه؟ وين رايحين؟ كده هننزل نشوف ابو الهون والمعبد. يعني على منكورع ما نروح؟ لا ديك ناس شغاله هناك، واقفه هناك بتشتغل هناك، دي بيركبوا للمرشدين يصوروا من جوه ويرجعوا خطوتين ويرجعوا ب 500 جنيه. احنا شغلنا كده نصور الافيو من هنا. عاوز تنزل انت برجلك بقى وتتمشى برجلك دي حاجه حرتك انت. واحنا الشغاله دي هناك واحنا شغالين هنا يا اخويا والله ربنا اللي عارف. بس ماشي، خلينا نزلنا هنا عمي سمير. نزلنا عينيا يا اخويا. يلا انت هتعوز حاجه مني تاني؟ عمي سمير متشكرين منك. عليه يا باشا، ربنا يخليك. تحت امر سيادتك. شكرا على اخلاقك الطيبه يا باشا. انا تحت امر سيادتك حبيبي يا عم سمير. انت تؤمرني يا اخويا. ما كملنا الرحله كلها صدق بالله. بس مش معلش يا باشا، تحت رجل اخويا اي حاجه. مش معلش، احنا ما كملنا السفره، بس انا مرتاح منك وكده 200 على اتفاق يا باشا. ولا يهمك. عاوزها الثانيه؟ عاوزها ما تدفعش ولا جنيه. تحت رجلك يا اخويا. شكرا يا عم سمير، ربنا يخليك. ولا يهمك. لا عاوزين جمل بس بس عاوزين 2 جمل بس اروح على منكورع يعني. خلاص روح يا ابوي. ماشي خلاص يا عم سمير. شكرا يا عم سمير. يا باشا. هات يا هاني جمل. لا جملين. خلي جمل واحد بتبقى احلى ليكم. لا جملين احنا اتفقنا جملين. بدل ما اديك علقه موت. اهم حاجه رضاك وانبساطك. انت ابو عزيز، انت جاي عشان دي وانا خدام. شكرا خدام. هتزيد حاجات بسيطه. بس اعمل لك الفيو الناين بيراميد. بص من فوق كده يا استاذ. هنا بتاخد الفيو كله، ترجعنا على منكورع، ترجع تاني على وادي الملوك. بص بتشوف المعابد وملعب. لا بس على الفيو بنرجع على منكورع. هو وادي الملوك هنا عند الفيو. اوكي ده على كيفك. في رحله بتكلفك 520. لا خلص ودينا على منكورع خالصين. طب اعملها لك يا عم من 500. اعملها لك حاجات بسيطه. انت عايز تدفع كام من قلبك؟ اهم حاجه يكون الرضا من قلبك هنا. ماشي احنا قلنا بس اثنيناتنا جملين على المنكورع 200. حلو كده. اعطيك 200 ثانيه بس اروح على الفيو ونرجع. ماشي. هناخد منك. لا خلاص 400 خالصين. طب اركب من يعني 200 كل واحد. يا عم قول يا رب. سعر اول خير اخر نور. خلاص ماشي. يلا شكرا. نروح على الفيو بناخذ صور وبترجعنا على منكورع. ماشي. يلا شكرا. يلا يا عم. متشكرين يا استاذ. هو عدد حكام اللي حكموا مصر لغايه وقتنا هذا 446 حاكم. بكل ده عصور. تاريخ
مصر تاريخ جميل. لما جاوا افتتحوا مصر عمرو بن العاص، ابو الهول ده ما اسموش ابو الهول اساسا. اهرامات الصغيره صح؟ اهرامات الصغيره هم الملكات. واحده اسمها على اسم ام خوفو، بس هي مش ام خوفو. التاريخ كان اسمها حارس حتمي. اوكي. كانت مدفونه فين؟ في سجاره. يعني من هنا تجون حتى تصورون فيو كلش حلو، حتى تقدرون تطلعون الاهرامات كلها من هذا على هذا المنظر. بتمشي كلش حلو. كان بيبنوا القلعه، وفي قلعه صلاح الدين الايوبي في اسكندريه، والقلعه اللي هنا في القاهره ديت قلعه صلاح الدين برضه اتبنت في عهد الفاطميين. لكن محمد علي كان عايش في القلعه دي. ما بناش جوه القلعه غير مسجد محمد علي اللي مبني من الاحجار بتاعت الهرم. خفرع. هو اسم حضرتك ايه؟ ما عرفنا اسمك. وليد. ربنا يخليك يا وليد، شكرا على التور. كده شكرا يا ابو وليد. متشكرين. متشكرين استاذ. شكرا. متشكرين بس. شكرا. اسمك كريم يا باشا. أني؟ سندباد. سندباد البحري ولا البري ولا الجبلي؟ سندباد جوي بحري بري. ايوه اي حاجه. صحراوي. يو لوك لايك سندباد. شكرا. وانا عراقي. سندباد كان من عراقي ومن بغداد. من بغداد كمان. يعني بطبق الاصل على ولص بغداد كان هناك برضه، عارفه؟ علي بابا لسه بغداد. رايحين على بغداد ولا لا؟ مين؟ زايرين العراق ولا لا؟ يا مساعد يا رب. ربنا ان شاء الله. احنا اكل عيشنا يا استاذ ما بنطلعش من هنا. احنا كنا متفقين 400 صح؟ ان شاء الله. دي ال 400 نو هوليداي يا استاذ. all life working here. all life working. والله. وهاي اكراميه كمان من عندي. ماشي؟ حاجه حلوه بقى من وشك السن. اكراميه من عندي طيبين. هذا الراجل 100 وانا 100. الله يرضيك. والله يدل الرئيس. حلوين منا ومنك. بقول لك والله دول رايحين للرئيس. انت راضي هو ب 100 وانا ب 100، احنا بسطناه. على راس. مش مشكله. ولو ما فيش فلوس خالص خلي كله والله. ثانك يو. ومن قلب طيب، لانه انتم طيبين. الله يخليك يا والنعم باشا. وشكرا لكم. رحله سعيده ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله راضين. ان شاء الله. شكرا. Thank you. I just was right on the camel now. I just come now with the camel. This is not right. Only make a picture and then sit on a camel with the pyramid. Thank you so much. Thank you. You're a good man. Thank you. هسه احنا وصلنا الى اخر هرم اللي هو هرم منكورة، اللي هو يكون ابن ملك خفرع، وخفرع هو يكون ابن ملك خوفو اللي فتنا له اول شيء. يعني الهرم الكبير اللي هو ملك خوفو، بعدين يجي ملك خفرع اللي هو ابن خوفو الهرم الثاني، والهرم الاخير الثالث اللي هو منكورة اللي هو يكون ابن خفرع. بس اثنين اهرامات تقدرون تدخلوهم، اللي هو هرم خوفو اللي دخلنا له اول شيء، وهسه راح ندخل هرم منكورة ونشوف شنو اكو جوا. يلا ويانا. شكرا يا باشا. فينا ننزل ولا لا؟ شكرا. شكرا. يعني تخيل تاريخ، قاعد تلزم تاريخ. يعني ليش هاي حرامات؟ ليش هنا؟ ليش؟ وهذا تاريخ. وانت يا شمشوم الله يسامحك تعرف هذا ايش قد مهم التاريخ؟ ولا نهب الله يسامحك ان شاء الله اللي تحبها ما تضل تحبك. طبعا الدخولية الهرم منكورة هو 220 جنيه، اللي غير اللي ما عنده مستمسك طبعا يثبت انه هو عربي. يعني هنا كان جثمان الملك منكورة. نشوف هنا كان جثمان الملك منكورة بس ما يعني احنا مثل ما شفنا هي هاي
مقابر للملوك. طبينا بأول مقبرة اللي هي إلى ملك خوفو اللي هو الهرم الأكبر، وهسه احنا إلى حفيد ملك خوفو اللي هو ابن ملك خفرة اللي هو منكورة، هنا القبر مالته. والجثامين مالتهم اثنيناتهم موجودة بمتاحف المومياء هنا بالقاهرة، فممكن هناك نروح ونشوفوه. ازيك يا حاج؟ هو ابو الهول، هو من تحت كده على طول. تحت بس جنبك واحده. شكرا يا باشا، ربنا يخليك. شكرا. تعرف بكم؟ سو سهلا، شكرا. كمل ماشي، خلاص اسهل من هيك ما يصير. بص يا هندسه شكرا. ما احنا قلنا شكرا وخلاص. اقول لك طيب انت راجل محترم. امشي، واذا مشى وراك اركض. اقول لك اركض. خلاص بعد ما يلحقك، هو بس تركض انت بعد ما يلحقك. بس طيبين المصريين. نريد نعيش الاكسبيرينس مال الفراعنه القدماء، انه شلون كانوا يمشون بالصحراء. اعمل لك اكسبلين على كل حاجه. شكرا يا استاذ، شكرا. زعلان مننا ليه كده؟ يا حبيبي مش عارف تزعلان مننا ليه؟ والله مش زعلان. طيب انا عايز ابسطك والله. انتوا المشكله انه ما حد يقدر يزعل من عندكم. الله يخليك. اي والله، هي هاي المشكله. انت راجل هو محترم. لو نقدر نزعل تكون خلاص نزعل، بس المشكله انه ما نقدر نزعل منكم لانه انتم طيبين. انت راجل محترم. شكرا حبيبي، شكرا. انت راجل محترم، كل سنه طيب. وانت طيب. شكرا حبيبي والله، شكرا. الواحد 100 جنيه لحد ما اريد اضيع وقتك، شوف لك غير واحد والله. شكرا حبيبي، شكرا. إذا تشوفون من هاي الزاوية تشوفون هذا الهرم اللي هو هرم خفرة ابن خوفو، يشوفون أنه أكبر من هرم خوفو، بس الحقيقة هو صاير على تلة أعلى من المكان الموجود به هرم خوفو، فلذلك يبين أكبر. بس هو كبناء هرم خوفو هو أكبر هرم هنا موجود هاي المنطقة. عندك هناك هرم منكورة واللي بظهره الأهرامات الصغيرة مال الملكات بذاك الوقت. يعني مثل ما شفتوا هسه يجون عليكم يسألوكم تريدون تصعدون جمل، تريدون تصعدون حصان. الشيء اللي ضوجني حقيقة قبل ما اجي للاهرامات شفت كم فيديو منهم حتى تعرف معلومات قبل ما تزور الاهرامات باللغة الانجليزية وباللغة العربية. العناوين مالتهم كلها avoid the scammers، دير بالكم من النصابين. يعني بس احنا نريد نعرف تعريف كلمة النصابين والسكامرز. النصابين من ينصب عليك في مسألة معينة وياخذ فلوسك او يغشك في تفشي. لهنا هو انت وياهم تتفق على سعر، قبلت ما قبلت خلاص تعوفه وتقول له من البدايه انه اتفقت وياك على هيك سعر، وبعدين بالاخير دائما هو يطلب منك خلي بالك علينا كل سنه وانتم طيبين، وهاي كل سنه طيبين كلش حلو مصر. يعني تجي يناير، تجي ديسمبر، تجي جولاي، السنه كلها اعياد. فاحلى شيء هاي بمصر انه كل ما تجي خاف تضيع اي عيد تجي بمصر كل ايامهم اعياد، احلى شيء. فمثل ما شفتوا يعني انتم براحتكم تتفقوا يا سعر، عجبك خلاص، ما عجبك روح اسال غيره. فحاول انه دائما كل يجون هنا ينقلون في الصوره حلوه، لانه المكان تاريخ يا اخوان، تاريخ مو طبيعي، والحضاره القديمه المصريه القديمه في تفشي يعني كنا نعتز به كعرب. فاتمنى كل يجي هنا يعني ينقل صوره واضحه. صح هي مزعجه، اتمنى انه يعني تكون هواي احسن بالمستقبل، واعتقد تغيرت لانه قبل من جيت ما كانت هيك، يعني هسه تحس شوي منظمه اكثر، كلهم عندهم باجات. فان شاء الله انه ننقل في الصوره حلوه، لانه تاريخ عظيم هذا يعني لازم نفتخر به احنا كعرب. راح ندخل ابو الهول. اوكي يعتبر أبو الهول أقدم نحت ضخم معروف في مصر، وواحداً من أشهر التماثيل في العالم. يتميز بشكله الأسطوري برأس إنسان وجسد أسد، ويعتقد أن ملامح وجهه تعود إلى الملك خفرة. يبلغ طوله 73 متراً وارتفاعه 20 متراً، مما يجعله واحداً من أكبر التماثيل المنحوتة من كتلة صخرية واحدة في العالم. وهل كنت تعلم أن أبو الهول قد يكون قد تم تلوينه في البداية؟ فلقد أظهرت الأبحاث وجود آثار لألوان حمراء وزرقاء وصفراء على سطحه،
مما يعني أنه كان يبدو مختلفاً تماماً عن اللون الرملي الذي نراه اليوم. يعني أنا بس مستغرب من شيء واحد، بس تخيلوا وياي قبل 4500 سنة 4500 سنة المصريين القدماء قدروا يبنون هاي الأهرامات وينحتون هذا النحت الدقيق. بس استغرب يعني هاي الحضارة شلون اختفت بهالسرعة هاي؟ لو بس نتخيل سوية انه الحضارة المصرية القديمة وباقي حضاراتنا يعني بالشرق الاوسط بصورة عامة بالعراق لو كملت حضاراتنا من ذاك الوقت، يعني نحكي هنا الحضارة المصرية 4500 سنة، الحضارات اللي عندنا بالعراق السومرية الاشورية البابلية، لو ذني الحضارات مكملة المشوار مالتها لحد هسه بلداننا كان شلون صارت؟ فأمنا إن شاء الله بالأجيال الجاية كبير ونقدر نسوي في شيء للتاريخ يتذكرنا به من إحنا نصير هيستوري. بعد ما قضينا وقتا ممتعا جدا في الأهرامات رجعنا للفندق. بصراحة الواحد أبد ما يشبع من منظر الأهرامات وهيبتها. هذا المسبح وقت العصر وهذا مسبح ثاني هنا. بس الشيء الحلو انه الفيو مال الاهرامات. وهنا ينتهي الجزء الاول من رحلتي. اتمنى ان تكونوا قد استمتعتم معي بهذه المغامرة. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات حتى لا تفوتكم احداث الجزء الثاني، حيث سنواصل استكشاف المزيد من أسرار مصر العظيمة. طبعا تعتبر هذه التماثيل هي من أقدم الإلهات التي أثر عليها في مصر القديمة، اللي سامع بالحية والدرج أو السلم والثعبان هي تقريبا نسخة من عندها. يعني ما تتخيلون الحماس اللي أنا شاعر به هسه أنه أنا داخل متحف يضم أكثر من 100,000 قطعة أثرية إلى مصر. مبروك عليكم يا المصريين هذا المتحف الحلو. يعني ليش كانت واجهتي الأولى في بدء رحلاتي بهذا الصيف إلى القاهرة في مصر. الحقيقة الخطة كانت أنه شكرا لمتابعتكم، أراكم قريبا.